احنا في بيننا وبينهم دم، مفيش مصالحة. الناس اللي زي ابو تريكة واللي زي البرادعي واللي زي الناس دي انا بطالب بسحب الجنسية المصرية منهم، لانهم ما يستاهلوهاش، ما يستاهلوش تراب الارض اللي هم بيدوسوا عليه في مصر، ما يستاهلوش اللقمة اللي بياكلوها على ارض البلد دي، ما يستاهلوهاش لانهم مش مصريين. احنا معانا مداخلة من أستاذ محمد من حلوان. أستاذ محمد. السلام عليكم يا أستاذ حياة. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيك. يسلم فم. احنا في بيننا وبينهم دم، مفيش مصالحة. الناس اللي زي أبو تريكة واللي زي البرادعي واللي زي الناس دي أنا بطالب بسحب الجنسية المصرية منهم، لأنهم ما يستاهلوهاش، ما يستاهلوش تراب الأرض اللي هم بيدوسوا عليه في مصر، ما يستاهلوش اللقمة اللي بياكلوها على أرض البلد دي، ما يستاهلوهاش لأنهم مش مصريين. احنا معانا مداخلة من أستاذ محمد من حلوان. أستاذ محمد. السلام عليكم يا أستاذ حياة. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيك. يسلم فمك يا ست الستات. ربنا يخليك. هي دي ستات مصر، يسلم فمك. عمل ايه ابو تريكة لمصر؟ عمل ايه؟ طول عمره عمل ايه؟ بيجري ورا الفلوس وبيجري ورا المال، ولكن مصيره فين؟ مصيره في مزبلة التاريخ هو وزي العوا وياسر برهامي اللي نايمين ليل نهار دلوقتي في السفارة الأمريكية. أيوه. قاعدين بيعملوا ايه؟ ابو تريكة ده لو يعرف معنى الرجولة يعرف ان الضابط اللي قابله امبارح ده ابن ضابط في القوات المسلحة. أيوه. ابن ضابط في القوات المسلحة. رباط جزمة أي عسكري في القوات المسلحة برقبة 100 واحد زي أبو تريكة. صح. أبو تريكة ده لو عرف معنى الرجولة ما يعرفهاش. أقول له أنا أعرفها إزاي؟ لو عدى مرة من قدام بوابة الكلية الحربية. هو ما يستاهلش إن احنا نتكلم عليه على فكرة فعلا، لكن اللي يستاهل شعب مصر. شعب مصر يستاهل إن احنا نبين له ونظهر له مين اللي معاه ومين اللي عليه، مين اللي واقف وراه أسد بيدافع عنه وبيضحي بروحه وبحياته وبراحته عشانه، ومين اللي بيروح يمسح الجزم لأسياده قيادات الإخوان، مين اللي بيروح يلحس جزم الإخوان ويقدم فروض الولاء والطاعة ضد شعب مصر. وزي ما بيقولوا اللي زي ده زي ما بيمسح جزم الإخوان دلوقتي كان بيلحس جزم ولاد مبارك زمان، علاء وجمال وغيرهم من النظام السابق. أرجوكوا فوقوا، أرجوكوا فوقوا، وبلاش نخلي حد يضحك علينا، بلاش نخلي حد ياخدنا في سكته وفي طريقه وهو أصلا طريقه كله دم. اللي زي دول عايشين على دم ولادنا اللي بينزل دلوقتي على أرض مصر، اللي زي أبو تريكة ده لما يجي النهاردة يتكلم ما هو أصلا ما يعرفش يعني إيه ضابط جيش أو جندي في الجيش، ما يعرفش يعني إيه القوات المسلحة، ما يعرفش يعني إيه راجل خارج من بيته مش ضامن يرجع له تاني ولا لأ، ما يعرفش إن الراجل ده في عز البرد نايم على سرير حديد ومتغطي ببطانية خشنة، في عز الحر والشمس واقف بيدافع عننا وبيحمينا، بياكل أي حاجة وممكن ما ياكلش وممكن ما يشربش، لكنه مؤمن من جواه إنه بيؤدي الواجب اللي عليه تجاه بلده. ما يبقاش جزاؤه إن واحد نكرة في وجهة نظري أنا. الشخص ده شخص لا يذكر وما ينفعش أصلا نتكلم عليه لأنه لا ينتمي لمصر ولا ينتمي لشعب مصر. أي بني آدم هيجي يتكلم وينطق على جيش مصر كلمة دلوقتي أو نطق على جيش مصر كلمة قبل كده أو هينطق على جيش مصر كلمة بعد كده ملوش عندنا إلا الجزمة.
هو واللي يتشدد له واللي يدافع عنه واللي بيحبه واللي مؤمن بيه. لأن البني آدم اللي يتكلم عن جيش بلده بالطريقة دي ملوش من شعب مصر إلا الجزع. وبعدين في حاجة تانية أنا عايزة أقولها اللي اسمه إيه ده أبو تريكة. هو مش أنت لما بتيجي تلعب ماتش كورة بيقبضوك على قلبك قد كده وبتاخد فلوس قد كده؟ أمال يعني ما شفناش حضرتك بتطلع تروح تدفع الفلوس دي لأي مشروع يساعد مصر ويوقف مصر على رجليها؟ مش الجيش ده اللي خلى حضرتك ما تكملش الخدمة العسكرية بتاعتك عشان خاطر تكمل في الكورة وتلعب، ومن المفترض ان انت كنت بترفع راس مصر؟ وطبعا عشان واحد زيك ما دخلش الجيش وما يعرفش يعني ايه جيش وما يعرفش يعني ايه قوات مسلحة، لازم يتكلم ويقول كده. اصل الجيش ده هو اللي بيطلع الرجالة. مش معنى كده ان في ناس ما دخلتش الجيش لأي اسباب مش رجالة، لا، في ناس كتير قوي يا جماعة ما دخلتش الجيش ورجالة، وعارفة كويس قوي يعني ايه رجالة ويعني ايه قوات مسلحة، وعارفة كويس قوي قيمة جيشها. لكن ابو تريكة من الناس اللي ما دخلتش الجيش فما تعرفش يعني ايه رجالة، وكان واقف ورا ناس بيتحموا في الحريم. بيتحموا في الحريم. الناس اللي كان واقف وراهم وبيساعدهم وبيدافع عنهم، الناس دي بتستخبى في النقاب. انا لما رحت رابعة العدوية ولبست النقاب ده بعد ما شفت بديع والكتاتني وغيرهم داخلين رابعة العدوية بالنقاب زي الحريم. اهو سعادة البيه الراجل ابو تريكة وهو مع مبارك ومع جمال وكان بيلحس الجزم اهو، اللي دلوقتي واقف مع الاخوان المسلمين وبيتبرى من نظام مبارك وعامل نفسه يعني ملوش علاقة بالنظام السابق ولا غيره. هم دول الاخوان واللي تبعهم لا مبدأ ولا دين ولا ضمير ولا اخلاق. واعني كل كلمة بقولها واعني كل كلمة بنطقها على هذا المخلوق.